السلام عليكم متابعي قناة كينج سبورت. نتيجة مباراة العراق وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026، منتخب العراق فاز على نظيره الإندونيسي بالفوز 5-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وينافس العراق في المجموعة السادسة بالتصفيات بجوار فيتنام والفلبين بالإضافة إلى إندونيسيا. نتيجة مباراة السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026، استهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 بالفوز على نظيره الباكستاني في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الخميس على ملعب الفتح بالأحساء. نتيجة مباراة البحرين واليمن في تصفيات كأس العالم 2026، تغلب المنتخب البحريني على مضيفه اليمني 2-0 اليوم الخميس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أباها السعودية، وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة للدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. حقق منتخب قطر فوزا كبيرا على نظيره أفغانستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وأقيم اللقاء بين منتخبي قطر وأفغانستان على ملعب استاد خليفة الدولي في الجولة الأولى من الدور الثاني المجموعات بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وانتصر منتخب قطر على نظيره الأفغانستاني بنتيجة 8-1. فرض منتخب الأردن التعادل 1-1 على مضيفه الطاجكستاني في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في افتتاح التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 آسيا 2027. واستضافت الإمارات المباراة الأولى لمنتخب فلسطين أمام منتخب لبنان، وتساوى منتخب فلسطين ولبنان عند رصيد نقطة في المركزين الثالث والرابع، حيث تعادل الفريقين من دون أهداف باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة ضمن الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ليضع كل منهما نقطة في رصيده. وجاءت المباراة قوية ومثيرة رغم غياب التسجيل. استهل منتخب عمان الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم بفوز رائع على الصين تايبي بثلاثية نظيفة على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. حقق منتخب الإمارات فوزا عريضا على ضيفه منتخب النيبال برباعية نظيفة، فالمباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة فتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. خسر منتخب الكويت أمام ضيفه الهند بهدف دون رد مساء اليوم الخميس في المباراة التي جرت على استاد جابر الدولي في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2027 آسيا 2027. قاد عمرو السومة منتخب سوريا للفوز على كوريا الشمالية 1-0 مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في الدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 آسيا 2027. وسجل السومة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من ضربة جزاء.